اهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. جايبين لكم النهارده فيلم الرعب والاثاره والتشويق، وبتكون قصه الفيلم بتتكلم عن شيطان مرعب وبينتقل بين الناس وبيخليهم يموتوا مبتسمين. بيبدا فيلمنا مع الدكتوره النفسيه روزو اللي بتشتغل في مصحه للامراض العقليه، وبنشوفها وهي بتتكلم مع مريض نفسي اسمه كارل، وبيقول لها ان كل الناس هتموت الايام اللي جايه، وان في كيان شرير هو اللي هيموتهم واحد ورا التاني. وبتحاول روز انها تهديه وتقول له ان كل اللي بيشوفه ده مجرد هلوسه. وبعد ما بتخلص روز معاها الجلسه بتروح على مكتب جون مدير المستشفى علشان تعرفوا تقارير الحالات بتاعتها، بس جون بيقاطعها وبيأمرها انها تروح جلسه علاج نفسي لبنت اسمها لورا وتجيب له تقرير عن حالتها في اسرع وقت، لان الشرطه مستعجله على التقرير ده بسبب انها الشاهده الوحيده على دكتور الجامعه بتاعها وهو بينتحر قدامها. ولورا اتأثرت جدا نفسيا من بعد الموقف اللي حصل ده، وفعلا بتروح الدكتوره روز تقابل لورا وبتلاقيها واقفه لوحدها في الاوضه وكانها خايفه من حاجه، فبتحاول تتكلم معاها وتهديها وسالتها ايه اللي مأثر على نفسيتها. ساعتها لورا انهارت وقالت لها انها شافت دكتور الجامعه بتاعها وهو بيخلص على نفسه، وساعتها كان بيبتسم بطريقه مرعبه زي ما يكون في شيطان لابسه. وقالت لها ان دي مش مشكلتها الرئيسيه دلوقتي، لانها من ساعه ما شافت الدكتور وهو بيخلص على نفسه بدات تشوف شيطان مبتسم بشكل مرعب ومخيف، وان الشيطان بيقول لها دايما انه هيقتلها. ساعتها روز قالت لها انها مش مصدقه كلامها، وان دي مجرد تهيؤات بتحصل لها بسبب حادثه الدكتور، وان دي حاجه طبيعيه لاي حد بيمر بتجربه زي اللي مر بيها. وبتتعصب عليها لورا وبتقول لها انها دكتوره مجنونه، وبتعرفها ان الشيطان ظهر لها وقال لها انها هتموت النهارده. وفجاه بتترعب لورا وبتبدا تبعد عن الدكتوره روز لانها شافت الشيطان قدامها، وبتفضل تصرخ بصوت عالي وتقول ان الشيطان بيقرب منها. ساعتها روز بتقلق وبتتصل على الممرضه علشان تجي لها بسرعه، واول ما بتقفل المكالمه بتلاقي لورا واقفه قدامها وبتبتسم وبتخلص على نفسها بشكل بشع جدا. وروز بتتفزع وبتكون مش مستوعبه اللي بيحصل، وبعدها بيجي المحقق جو خطيبها القديم ومعاه زميله من الشرطه علشان يعرف منها ايه اللي حصل بالظبط، وبيقول لها هما مش فاهمين ليه لورا خلصت على نفسها بالشكل ده. ساعتها روز ردت عليه وقالت له انها اتكلمت مع لورا ولاحظت انها مش في كامل قوتها العقليه، لانها كانت بتشوف تهيؤات وبتتكلم دايما عن شيطان مبتسم وعايز يخلص عليها. وبعدها بترجع روز شقتها وبتبدا تسمع صوت غريب بينادي عليها في الشقه، لكن الصوت ده بيختفي اول ما بيجي خطيبها تريفر عندها وبيطلب منها تجهز علشان يروحوا يتعشوا بره مع اختها الصغيره هيلي. ساعتها بتوافق روز وبتروح فعلا معاها المطعم، وهناك بتفكر في حادثه انتحار لورا. وتاني يوم بتروح روز الشغل وبتأمر الممرضه انها تجيب لها تقارير عن حاله لورا على مكتبها، وده علشان عايزه تعرف اذا كان فعلا في شيطان بيطاردها ولا دي مجرد تهيؤات. وفجاه بتلاقي المحقق جو جاي يتكلم معاها وبيدور حوار بينهم عن علاقتهم القديمه، وهو حابب انها ترجع تاني، لكن روز بترفض لانها مرتبطه من شخص تاني. وبعد شويه بتروح مكتبها علشان تقرا التقارير، وبتكتشف ان لورا قالت للشرطه ان دكتور الجامعه هو كمان كان بيشوف الشيطان وكان مبتسم قبل ما ينتحر، وانه اول ما شافته بيخلص على نفسه بقت هي كمان تشوف الشيطان. ساعتها روز استنتجت ان اي حد بيشوف الابتسامه بتاعت الشخص المنتحر لازم اللعنه تنتقل له، وبيشوف الشيطان هو كمان وبتحصل له حاجات غريبه، وده معناه ان هي كمان ممكن تشوف الشيطان لانها شافت لورا وهي بتنتحر. وبعد شويه بتتصل بيها اختها هيلي وبتعزمها على حفله عيد ميلاد ابنها، وبتوافق روز وبتوعدها انها تروح. وفجاه بتشوف لورا واقفه قدام المستشفى وبتبص لها وكانها لسه عايشه، فبتتفزع روز وبتحس ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. وبعدها بتروح لكاري المريض بتاعها وبتلاقيه بيبص لها وبيبتسم بشكل يخوف جدا، واول لما بتقرب منه بيصرخ في وشها وبيقول لها انها هتموت بعد 6 ايام بس. وبعدها بيتم استدعائها لمكتب المدير وبيقول لها انها تاخد اجازه اسبوع علشان تهدي وتريح اعصابها من بعد حادثه لورا. وساعتها بتقتنع روز بكلامه لانها بتكون فعلا محتاجه راحه لانها بدات تشوف هلاوس بشكل مستمر. وبعد ما بتخرج من المستشفى وبتروح علشان تجيب هديه لابن اختها وبتروح على البيت، وهي بتلف الهديه فجاه بيضرب انذار البيت من غير اي مبرر، وبيتصل بيها موظف الامن وبيقول لها ان في حد اقتحم شقتها وهي مش موجوده. ساعتها بدات تحس بالقلق واتصلت بالشرطه فورا، ولما بيوصلوا يفتشوا البيت ومش بيلاقوا اي حاجه، وبتدخل تعمل اكل للقطه بتاعتها وبتدور عليها علشان تديها، لكن للاسف مش بتلاقيها في البيت. وبتقول لنفسها انها ممكن تكون موجوده في الجنينه، وبتقعد تسمع التسجيل الصوتي بتاع لورا وهي بتتكلم مع ضابط الشرطه في التحقيقات، وبتقول له انها دايما بتشوف الشيطان مبتسم وعمال بيقرب منها وبيوعدها انه هيخلص عليها. وفجاه بيظهر كائن جنب روز وبيقول لها انها هتموت. ساعتها بتترعب وبتمسك السكينه وبتحاول انها تدافع عن نفسها، وبيجي خطيبها وبيهديها وبيقول لها ان مفيش حد في البيت اصلا. وبعدها بتروح روز للدكتوره النفسيه بتاعتها وبتحكي لها على كل حاجه حصلت، وبتقول لها كمان انها حاسه بموضوع الشيطان ده حقيقي، لكن الدكتوره بتطمنها وبتقول لها انها مضطربه نفسيا مش اكتر، لانها هي وهي صغيره شافت مامتها وهي بتنتحر، ولما حصلت حادثه لورا رجعت تفكرها بالحادثه دي من تاني. وبعدها روز بتروح
بتروح حفلة عيد ميلاد ابن اختها، واول ما ابن اختها بيفتح الهدية بتاعت روز بيلاقي جواها القطة بتاعت روز وهي ميتة، فبتنهار روز جدا وبتكون مش مستوعبة اللي بيحصل، وكل اللي في الحفلة بيكونوا مرعوبين منها. وبتشوف واحدة من المعزومين بتبص لها بشكل مخيف. ساعتها بتتأكد روز ان الشيطان بيطاردها وفعلا هو موجود. وبعدها روز بتكون موجودة مع خطيبها في العربية وبتحاول تقنعه بالحقيقة وباللي بتشوفه وعن الشيطان اللي دايما بيطاردها وعايز يخلص عليها، لكن خطيبها مش بيصدقها وبيطلب منها انها تروح لدكتور نفساني، فبتتخانق معاه روز وبتسيبه وبتمشي. وبترجع روز للبيت وبتفضل تدور على عنوان الدكتور الجامعي اللي قتل نفسه قدام لورا وعشان تعرف اي معلومات عن الشيطان. وفعلا بتروح على العنوان بتاعه وبتقابل مراته جيسي وبتسألها ليه جوزها انتحر، وعرفتها انها الطالبة بتاعته. فردت عليها جيسي وقالت لها ان جوزها ما كانش بيعاني من اي اضطراب نفسي، لكن الحقيقة الغريبة اللي حصلت له غيرت حياته 180 درجة. والحاجة دي بتكون انه شاف واحدة بتنتحر وهي مبتسمة، ومن ساعتها تصرفاته بقت غريبة لدرجة انه بيقعد لوحده في المكتب لساعات طويلة، وكمان كان بيرسم رسومات مرعبة. وبتدخل روز مكتبه علشان تشوف الرسومات دي، وبتتفاجئ روز انه رسم اشخاص وهم مبتسمين. ساعتها بتعرف سر الشيطان اللي بيطاردها، وان اي حد بينتحر وهو مبتسم بيكون الشيطان ده مسيطر عليه، وان اللعنة بتاعته بتتنقل لاول شخص بيشوف الضحية وهي بتنتحر. وبكده بتكون اللعنة اتنقلت لروز هي كمان. وبعد شوية بتروح روز عند خطيبها القديم وبتطلب منه يجيب لها معلومات عن الست اللي انتحرت قدام الدكتور الجامعي علشان عايزة تعرف من اول حد اتصاب باللعنة دي، وكمان تعرف اي معلومة تخرجها من الورطة اللي هي فيها دي. وجاي بيفتح اللابتوب بتاعه وبيدور في سجلات الشرطة وبيقول لها ان الست دي قبل ما تموت ب4 ايام شافت شخص في بنزينة بينتحر وهو مبتسم. واستغرب جو جدا من الموضوع لانه بيكون كل الاشخاص اللي ماتوا بنفس الطريقة هم مبتسمين. وبتاخد روز نسخة من الملفات دي وبتروح توريها لاختها هيري علشان تساعدها وعشان تعرفها كمان ان في شيطان بيطاردها، لكن هيري مش بتصدقها وبتطلب منها تبعد عنها تماما لانها مريضة ومحتاجة تتعالج. وبتتصدم روز من كلام اختها وبتروح تركب عربيتها، وفجأة بتلاقي هيلي جاية ناحيتها وبتكون رقبتها مقطوعة. فبتتفزع روز من المنظر وبتكون مش مستوعبة اللي بيحصل، لكن في النهاية بتكتشف انها بتتخيل وبتفضل تعيط لان الشيطان هو اللي بيخليها تشوف الهلاوس دي. وفي اخر اليوم بيتصل بيها جوي وبيقول لها انه حقق في كل وقائع الانتحار وان فيه 20 واحد انتحروا مبتسمين، وكل التقارير بتقول ان حالتهم النفسية ما كانتش وحشة ابدا، وان في شخص واحد بس هو اللي نجا من الموت، والشخص ده اسمه جاك وموجود في السجن في ولاية نيويورك لانه خلص على جارته بطريقة بشعة قدام جوزها. وبتروح روز هي وجوي علشان يعرفوا ازاي قدر يهرب من اللعنة دي. ولما بيوصلوا السجن بتروح روز تقابل جاك وبتطلب منه انه يساعدها ويعرفها ازاي قدر انه يهرب من اللعنة بحجة انها يعني عندها مرض نفسي ومصابة بنفس اللعنة دي. ساعتها بيتشرط عليها جاك وبيأمرها تخلي جو يخرج من الأوضة، وبيبدأ يعرفها ان الحل الوحيد علشان تتخلص من اللعنة دي انها تخلص على حد هي تعرفه كويس ويكون في شخص تاني شاهد على الجريمة دي، وده علشان اللعنة تخرج منه وتتنقل له هو. وبيعرفها كمان ان اللعنة دي مدتها اسبوع واحد بس، وفي اليوم السابع بيظهر الشيطان بشكله الحقيقي وساعتها بيسيطر على الضحية وبيخليها تنتحر من غير ما تكون في وعيها. وبتنفعل روز وبتقول له ان هي اللي مصابة باللعنة مش المريضة بتاعتها. واول ما جاك ما بيعرف بيصرخ بصوت عالي جدا وبيقول لها ان الشيطان دلوقتي عرف كل حاجة وانه اكيد هيقتله بسبب انه قال لها ازاي تتخلص من اللعنة. وبعدها بترجع روز على البيت وبتكون متوترة جدا وبتكون بتحاول انها تخلص على نفسها قبل ما يجيلها الشيطان، لكن بتجيلها الدكتور النفسية علشان تطمن عليها وبتكذب عليها روز وبتقول لها انها كويسة جدا. وبيجيلها تليفون وبتتفاجئ ان الشخص اللي بيكلمها هي الدكتورة النفسية مادلين، فبتتفزع وما بتكونش عارفة مين هو الشخص اللي قدامها لحد ما بتعرف ان هو ده الشيطان وبيبدأ يبتسم بطريقة مرعبة وبيقول لها ان باقي يوم واحد بس على نهاية اللعنة وساعتها يقدر انه يسيطر عليها ويخليها تنتحر. وبعدها روز بتروح المصحة النفسية اللي كانت بتشتغل فيها وبتروح عند المريض النفسي اللي كانت بتعالجه وبتقتله قدام جون مدير المستشفى بتاعها، وده علشان تتخلص من اللعنة وتنقلها للمدير. بس فجأة بتصحى روز في العربية وبتكتشف ان ده كان مجرد كابوس، وفجأة بيتهيأ لها قدام المريض النفسي فبتهرب بسرعة بالعربية وبتتصل بجوي وبتقول له ان ده اليوم السابع ليها والشيطان هيسيطر عليها، علشان كده قررت تقعد لوحدها في بيت مامتها علشان تموت هناك، وبالتالي محدش هيشوفها وهي بتنتحر واللعنة مش هتتنقل لحد غيرها. ولما بتوصل البيت بتراجع ذكرياتها وقت لما مامتها انتحرت وبتكون حاسة بالذنب وبتبدأ تقفل في الشبابيك والبيبان. وفجأة بتسمع صوت مامتها في الأوضة، وأول ما بتدخل بتلاقيها هي قدامها وبتلومها علشان ما ساعدتهاش. فبترتبك روز في الأول وبعدها بتفهم ان ده الشيطان وبتبدأ تقول له انها مش خايفة منه وانها ساعتها علشان هتموت من غير ما تأذي حد. فبيبعد عنها الشيطان وهو مبتسم ومن الواضح كده انه بيخطط لحاجة. وبتخرج روز من الأوضة وبيظهر لها الشيطان مرة تانية وبيهجم عليها وبيخنقها وبتضربه بالمصباح اللي معاها. وبتخرج من البيت وهي مرعوبة، ولما بتبعد عن البيت بتلاقيه اتحرق قدامها فبتفرح انها اخيرا قدرت تتخلص من الشيطان. وبعدها بتروح لبيت شوي وبتطلب منه
إنها تبات عنده لمدة يوم واحد علشان بس ترتاح. وفجأة بتلاقيه بيبص لها وهو مبتسم، وبتكتشف إن ده الشيطان، وبتطلع تجري بسرعة قبل ما يمسكها ويسيطر عليها. ولكنها بتتفاجئ إن كل اللي بيحصل ده ما كانش حقيقي، وبتلاقي نفسها إنها لسه قدام بيت مامتها، وبيكون البيت سليم ومش محروق. وفي نفس الوقت ده بيكون جوي وصل علشان يطمن عليها، فبتتفزع روز وبتكون فاكراها الشيطان، وبتجري بسرعة تدخل تاني للبيت وبتقفل عليها الأبواب. لكن بتتفاجئ إن الشيطان واقف وراها، وهو اللي خلاها تتخيل كل ده علشان يخليها تخاف من جوي وتدخل البيت. وبكده الشيطان يكون قدر يخدعها ويخليها هي اللي تروح له بنفسها. وفجأة بيظهر الشيطان بشكله الحقيقي وبيبدأ يسيطر عليها، وبيخليها تفتح بقها ويدخل جواها. وبعد شوية بيكسر جوي الباب وبيدخل البيت علشان يطمن على روز، فبيلاقيها ماسكة جيركن بنزين وبتغرق نفسها بيه. وبعدها بتبص له وهي مبتسمة وبتحرق نفسها وبتموت. وللأسف بيكون حصل عكس ما هي تتوقعه، وبتتنقل اللعنة لجوي في النهاية، وبيكون هو اللي عليه الدور. وبيخلص فيلمنا على كده، وسلام.